الرائع. والله وقفتكم تخرع في الغناية الوطنية، وتستاهلون يا أهل الكويت. ابو خالد باخذك شوية، وعدنا الجمهور بالعديد من المفاجآت، وهذه احد اجمل المفاجآت اللي راح يتوج فيها مسرح ليالي فبراير. الساعة المباركة حبيبي، الله يسعدك. حرص الفنان الكبير عبد الله رويشد ان تكون مفاجأة لكم، وانتم جمهور يستاهل. احد هذه المفاجآت راح تكون بعد هذا الريبورتاج اللي مجهزينه حق ابو خالد وحقكم. خلينا نشوفوا المفاجآت جاية، خلينا نشوف مع بعض هذا الريبورتاج. في حضرموت ولد أبو بكر سالم بالفقيه سنة 1939 ميلادي يتيما، حيث لم يرى والده الذي توفي وعمره 8 أشهر. عاش وتربى أبو بكر برعاية جده من أبيه، وكانت تربية دينية بحتة بحفظ القرآن الكريم وعلوم الدين وتربية في بيت علماء معروفين على مستوى حضرموت من أهل البيت. بدأ المشوار بأغنية من ألحانه باللغة العربية الفصحى أقبل التمشي رويدا، ثم توالت الأعمال الغنائية، وبدأ أبو بكر بالتفكير لعمل شامل جديد للأغنية، فقرر الرحيل والذهاب إلى بيروت عام 1963، وعمل شكلا جديدا للأغنية كفرقة موسيقية تحتوي على مجموعة من الآلات المختلفة. بدأ المشوار مع الموسيقار عبود عبد العال، فوجدت أعماله الجديدة قبولا واستحسانا من المجتمع العدني، إلى أن تعرف أبو بكر سالم إلى الشاعر حسين المحضار الذي كان رفيق دربه وصديقه، وتعاون معه بأكثر من 100 أغنية. يا حبيبي ما علينا من كلام الناس، ما كنا ندري ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا. أكمل أبو بكر المشوار مع المحضار في تجديد اللون الحضرمي بإنتاج الأعمال في بيروت، وانتقل بعدها إلى المملكة العربية السعودية، فأقام في الرياض مع بدايات التلفزيون السعودي عام 1968، وبدأ العمل في مسرح التلفزيون السعودي مع طلال المداح وطارق عبد الحكيم. يعتبر أبو بكر سالم أب الفن الحضرمي وعميد الفن عموما، نظرا لمساهماته في نشر الأغنية اليمنية والمحافظة عليها والتأثير في مختلف المجتمعات الفنية الخليجية والعربية التي تواجد فيها، وترك بصمة في أرشيفها، فغنت من ألحانه أهم الأصوات: نجاح سلام، وردة، طلال مداح، ذكرى، أصالة، أنغام، راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله، عبد الله الرويشد، وابنه أصيل أبو بكر وغيرهم. تلونت حياة أبو بكر بأجمل التكريمات والجوائز، وحصل على مكانة مرموقة في المجتمع الفني الخليجي، وكرمه الملوك والرؤساء والمثقفون والأدباء. نال جائزة اليونسكو في أقوى الأصوات 3 على مستوى العالم، وكان رائدا في مجاله، فمنحته جامعة حضرموت الدكتوراه الفخرية في الآداب والفنون، والعديد من الأوسمة والجوائز التي لا تحصى ولا تعد. سنة من الفن والعطاء صقلتها إبداعات عمرت فيها صرحا للثقافة والفن والفكر. تطل الليل علينا مكرما، هامة ترتفع فوق راحة الكلام والشعر لتكرمك روتانا والوطن ومهرجان ليالي فبراير الليلة، فحضورك هو تكريم لنا جميعا. أنت من نحت في ذاكرة الوطن إرثا نعتز به، وتفوح منه رائحة الحب والعطر والأصالة. بصمتك واضحة وجلية، حافظت على تاريخ أغنيتنا وماضيها، واليوم أنت أمين على حاضرها ومستقبلها. نكرمك
لأنك كرمتنا وحققت للعرب مجدا في الفن والفكر والكلمة. فليكن تكريم الليلة محطة مشرقة لنا، لهذا البلد وللناس ولبلدك وأهلك وللفن عموما، فأنت العملاق الكبير في فنه والكبير في صدقه وتواضعه. أبو بكر سالم عميد الفن، تفضل مكرما مرتفع الهامة. جمهورنا الحبيب، جمهورنا الحبيب، ايش رايكم في الريبورتاج؟ عجيب، بعجب هذه الليلة وجمال هذه الليلة، المفاجأة الكبيرة اللي أعدها سفير الأغنية الخليجية أخونا وحبيبنا عبد الله الرويشي. اليوم أبو خالد حب تكون الجمعة اللي موجودة لهال